امسك اهم حاجه الخلطه دي اللي انا عاوزاها. تعالوا شوفوا احنا هنعمل ايه، وما يهمناش النور القطع، النور قطع عليا وانا بصور بس مش مشكله. هعمل معاكم النهارده سمك سنجاري مشوي بلطي. السمك طبعا متنضف، متشال القشر بتاعه ومفتوح بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. تمام. هنا بقى الخضره بتاعته عباره عن بصل وفلفل اخضر وطماطم وشبت وكزبره، وبعد كده حطينا بقدونس وهنحط الثوم المفروم اهم حاجه بيدي طعم حلو جدا. بعد كده هحط البهارات بتاعتي عباره عن ملح وفلفل وكمون، كزبره ناشفه وشطه. تمام. هميكس بقى كل الحاجات دي مع بعض. هحط بقى معاها الليمون وخل، اهم حاجه الليمون كتير كده زي ما انتم شايفين، وخل برده كميه حلوه وشويه زيت. تمام. كل ده بقى هنميكسه جدا مع بعض، واهم حاجه بقى اللي انا اميكس بايدي كده الحاجات دي كلها علشان كله ينزل ميته كده وتبقى حلوه جدا، لان الميه دي احنا هنحتاجها دلوقتي. بعد ما عملنا التتبيله بتاعت السمك السنجاري كده، هنبدا بقى اللي احنا دلوقتي نتبل بيها السمك. هنا طبعا احنا كنا مسخنين الفرن، نأسف طبعا للاضاءه لان النور قطع هنا. فاحنا كنا مسخنين الفرن وحطينا هنا ورق فويل على الصاجه بتاعه الفرن. بعد كده بدأنا ان احنا رصصنا السمك كده زي ما انتم شايفين، وهنبدأ ان احنا نحط التتبيله عليه. هنا الخطوه المهمه اللي احنا هنحط طبعا الخضار ده على السمك. تمام. بعد كده الميه بتاعه التتبيله اللي نزلت برده هنحطها على كل سمكيه وهنتبل بيها السمك. هنسيب السمك في التتبيله قبل ما يدخل الفرن كده لمده نص ساعه، بجد بتديله حاجه حلوه يعني وتركايه حلوه. طبعا هنا النور ما جاش الا بعد ما السمك دخل الفرن بالظبط. طبعا فتحنا عليه الفرن من تحت والفرن من فوق، وبجد طلع كان تحفه جدا. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. ما تنسوش لو وصلتوا هنا تصلوا على النبي في الكومنتات، وتتابعوني منوعات ساره جمال. باي باي.